السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. لو انت قلب اخوك مثلا في دولة تانية غير مصر، تمام، وعاوز مثلا ايه تشغل الاسبام المكالمات واسبام الرسائل عندك، تيجي تشغله ما بيشتغلش معاك. تمام، هو احنا بنبقى حاطين الكود بتاع الدولة بتاع مصر اللي هو زائد 20 عشان احنا في مصر. فانا النهارده البقوق هعرفك ازاي تشغل الطريقة بتاعت سبام الرسائل وسبام المكالمات عندك. تمام. فقبل ما ابدا الشرح، لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت ما شفتش الفيديوهات بتاعت سبام الرسائل وسبام المكالمات، هتلاقيني سايب لك الروابط بتاعت الفيديوهات في الوصف. فاللي احنا هنحتاجوه اللي هو البايثون عشان نشغله عليه، والام تي مانجر، التطبيق بتاع الام تي مانجر ده هو. تمام. هسيبهولكوا التطبيق ده برضو في قناة التليجرام. هتبدأ أول حاجة تبدأ تدخل على الام تي مانجر. احنا مثلا عايزين مثلا نشغله سبام الرسايل ده هو. تمام. انت مثلا قلب اخوك من غير ما تعمل في سبام الرسائل اي حاجة. لو انت مثلا من دولة الجزائر، اللي هي رمز الدولة بتاعتها، زي اللي هي رمز الدولة بتاعتها 213، فانت هتيجي تشغل الكود، يعني هتيجي تشغل الاسبام دهوت. هتبدأ تكتب 1 3، وانتش هتكتب الاتنين، هتبدأ تكتب 1 3 والرقم، وتشغل الكود عادي هيشتغل معك الاسبام. تمام. مثلا لو انت من دولة تانية، هتبدأ تدخل على اسبام مثلا الرسائل او المكالمات وكده. تمام. هتبدأ تدخل عليك دهوت. بعد ما تدخل على الام تي، مالكش قلب اخوك، مالكش دعوة بأي حاجة من هوت عشان ما تبوظش الاسبام خالص وما يبدأش يشتغل معاك. تمام. هتلاقي عندك نهوت حاجة اسمها 2 شرطة ومكتوب رقم 2. تمام. هتبدأ انت تيجي في النص كده هوت، وتبدأ تمسح الاتنين ديت. تمام، وتبدأ تحط رمز الدولة بتاعتك. تمام، تبدأ تحط رمز الدولة اللي انت منها البقوق، وان شاء الله الأداة ديت هتبدأ تشتغل معاك. انا ما جربتش الأداة ديت تمام بالرموز دول تانية، لان انا مش معايا ارقام تانية بدول تانية اجرب عليهم. تمام، وبعد انت ما تبدأ تعدل عليها الرمز بس دي، تمسح الاتنين وتحط رمز الدولة، هتبدأ ان شاء الله البقوق تشتغل معاك. وتيجي تشغلها على البايثون هتلاقيها اشتغلت معاك. تمام، تعال نجربه اهو. سبام الرسائل اهو، وهسيب لك برضو روابط الفيديوهات ديت في الوصف. لو انت يعني ما كنتش شغلته، وتيجي بقى ايه لما انت تكتب رمز الدولة تكتب الرقم بتاعك على طول. تمام. وبس كده، ده بيكون شرح النهاردة، واشوفك الفيديو الجاي. سلام. ولا بالمناسبة يا اخوان، البوت بتاع الكراش انتظروه، هينزل قريبا جدا، لان في ناس كتير طلبته مني. وبالنسبة للناس اللي بتقول الباسورد غلط، لا والله يا اخواتي، الباسورد بتاع الادوات صح، بس انت قلب اخوك ما تجريش في الفيديو واسمع الفيديو. وبس كده، سلام.